يا مساء الفل والسرور عليكم. تعالوا بقى النهارده اقول لكم على طريقتي في الشيش طاووق. هتجيبي وراك مخليه كده، وبعد كده هتحط لها معلقه كبيره من المستردة وكمان الباربيكيو والصلصه، نص كوبايه من اللبن، وبعد كده هتنزلي بيها على كل الخليط ده، ربع كوبايه من عصير الليمون، انزلي بقى بحوالي 3 كبار معالق كده من الزيت، وكمان البهارات عندنا ملح وفلفل وزعتر وكاري، شويه شطه او شويه بابريكا، وتخلطيهم كويس جدا. هتجيبي اي صينيه عندك بقى تكون كبيره علشان لازم يتوزع كويس جدا، ما ينفعش فوق بعضه. بصوا، ولا ان انتي تسيغي وتقعدي تاخدي وقت ولا تبهدلي الدنيا، دخان سهل وسريع وفظيع. شويه بقى من فلفل الالوان والبصل، عليهم رشه ملح ورشه فلفل، ودخليهم الفرن وسمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لو حسيتي ان في اي ميه تبداي تتخلصي من الميه دي، وبعد كده لغايه ما ينشف معاكي كده. رشه بقى من البقدونس، عايزه تحطيه جنب مكرونه جنب رز بسمتي حسب ما تحبي، بس انا عملته سندوتشات كده كنت رايحه النادي، وكمان حطيت عليه شويه سلطه طحينه، وبالف هنا وشفا. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، واشوفكم بخير في الفيديو الجاي. سلام.